عارفين ايه هو سيد الطواجن اللي بيخلي السفرة في حتة تانية خالص؟ ايوه، هو طاجن العكاوي بالبصل والصلصة. النهارده هنعمله على اصوله، عكاوي دايبه ومستويه مع صوص تقيل ومركز يتاكل بالعيش، ويخلص الطاجن في دقايق، ويخلي ضيوفك يطلبوا الوصفه، ويبقى الفيديو ده ليك. بس ما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس وتكتبوا لنا تعليق جميل كده زيكم وشير كتير عشان الكل يستفيد. يلا بينا اقول لك ازاي نعمل احلى طاجن عكاوي بالبصل ويطلع معاكم مظبوط 100%. جبت حله ورفعتها على النار، ونزلت بمعلقه سمنه بلدي كده حلوه، وقلبيها كده لحد ما تسخن معاكي. يلا بينا ننزل بالتوابل الصحيحه. معايا ورق لوري، ومعايا دلوقتي عود قرفه خشب سليم، ومعايا دلوقتي لومي 2، ومعايا دلوقتي حبهان سليم يا جماعه، ومعايا دلوقتي 3 4 فصوص مستكه هيخلي الشوربه طعمها لذيذ وفي منتهى الروعه. هنشوح بقى البهارات الخطيره دي لحد ما ريحتها ما تطلع معانا. يلا بينا دلوقتي معانا بصله مقطعينها على 4 كده اهوت، وتبداي تنزلي بيها وتبداي تشوحي بقى كل الجمال والعظمه دي. معانا دلوقتي فص توم تقطعيه كده شرايح وتنزلي بيه، هيدينا ريحه للشوربه في منتهى الجمال. ومعانا دلوقتي العكاوي، شايفين يا جماعه؟ دي بتبقى زي ديل الذبيحه، وتبداي كده تغسليها كويس وتنقعيها وتنضفيها كويس، وتبداي ترصيها كده في التوابل الخطيره دي، هتدينا ريحه للشوربه في منتهى الروعه. لازم تحمريها كده من الجهتين تاخد معاكي لون خفيف. شايفين يا جماعه؟ خطيره يا جماعه وطعمها لذيذ وفي منتهى الروعه. واعمليها كده لاولادك خطيره. التشويحه دي يا جماعه مهمه جدا عشان ما تخليش معاكي اي ريمه في الشوربه. وطبعا احنا ما بنحطش ملح دلوقتي خالص الا لما تكون داخله على السوا، ودي خطوه مهمه عشان لو حطيتي ملح هتاخر عمليه السوا شويه. شوحي كده بالطريقه دي لحد ما تاخد لون من الجهتين. ودي شكل العكاوي يا جماعه بعد ما خدت لون كده، شايفين شكلها عامل ازاي؟ خطيره وفي منتهى الجمال. يلا بينا دلوقتي معانا ميه مغليه هنغطي بيها العكاوي كده. شايفين يا جماعه الشوربه مفيش فيها اي ريمه خالص ازاي؟ عشان احنا مشوهين العكاوي، ودي خطوه مهمه يا جماعه هتطلع معاكي شوربه في منتهى الروعه. قلبيها كده قلبتين، ولو لقيتي في اي ريمه كده بسيطه طلعت من الجوانب بتشيليها طبعا عشان تديكي نتائج كويسه جدا وشوربه خطيره وفي منتهى الجمال. يلا بينا دلوقتي بعد ما قلبناها هنغطيها وهنسيبها لما تستوي 3/4 سوا وارجع لكم تاني. شايفين يا جماعه الجمال والعظمه دي؟ شايفين الشوربه بتاعتها خطيره ازاي وفي منتهى الجمال. يلا بينا دلوقتي معانا ملح وفلفل بقى دلوقتي هنضيفه، معلقه صغيره ملح ورشه فلفل كده صغيره. شايفين الجمال والعظمه دي؟ شوربه خطيره يا جماعه وريحتها جايبه لاخر الشارع وفي منتهى الجمال. هنسيبها بقى دلوقتي تكمل سواها، واول ما تستوي ارجع لكم تاني. ودي بعد ما استوت يلا بينا نرفعها من على النار. جبت طاسه ونزلت فيها بمعلقه سمنه بلدي حلوه كده، واول ما سخنت كده وساحت معانا يلا بينا دلوقتي معايا بصلتين مقطعهم جوانح بالطريقه دي. وتقدري تستخدمي بصل احمر او بصل ابيض مفيش اي مشكله خالص، بس فعلا البصل الاحمر بيبقى طعمه حلو جدا في الايه، في الاكل. ابدأي شوحي كده لحد ما ايه تاخد معانا لون كويس جدا وتتشوح معانا، تاخد اللون الذهبي كده وتدبل معانا خالص. هنزل عليهم دلوقتي ب4 فصوص توم، انا عاملاهم شرايح بالطريقه دي يا جماعه، وفعلا بيدي طعم في منتهى الجمال. لما تيجي تاكلي كده حته التوم كده مع حته البصلايه وحته اللحمه، حاجه خطيره وفي منتهى الجمال. شوحي بقى كده كويس جدا لحد ما البصل يدبل معانا وهيديكي لون ذهبي خفيف كده يا جماعه. هنشوح بقى بالطريقه دي لحد ما ياخد معانا لون ذهبي خفيف كده يا جماعه، وتحسي كده انه معانا ايه مكرمل كده، حاجه جميله وفي منتهى الروعه. قلبي كده وشوحي واحده واحده كده اهو. شايفين يا جماعه لونها بقى شفاف وجميله وخطيره ازاي؟ يلا بينا دلوقتي معانا فلفل الوان او فلفل اخضر، مفيش اي مشكله خالص. معايا فلفل اصفر واخضر واحمر، هبتدي انزل بيهم كده بالطريقه دي من كل حاجه واحده كده صغيره. شوحي بقى كده اهوت، كل ما تنزلي بمكون شوحيه شويه. شوحي بقى كده دلوقتي الفلفل دوت مع البصله ثواني كده دقيقتين. معايا دلوقتي جزرتين مقطعهم مكعبات صغيرة كده، هبتدي أنزل بيهم بالطريقة دي وهبتدي أشوحهم مع الخضار الخطير دوت. شايفين لون الخضار يا جماعة؟ مغذي جدا وحاجة جميلة، وتطلعي أحلى طاجن هتاكليه في الدنيا، أحلى طاجن عكاوي هتاكليه. شايفين يا جماعة الألوان عاملة إزاي؟ شوحي كده اهوت لحد ما كل المكونات تدبل شوية مع بعض. وده الخضار بعد ما شوحناه ودبل معانا بالطريقة دي. يلا بينا دلوقتي ننزل بالتوابل. معايا معلقة ملح صغيرة، نص معلقة فلفل اسود، نص معلقة بهارات، نص معلقة روزماري، نص معلقة زعتر، معايا معلقة صغيرة بابريكا، ومعانا مرقة دجاج. يلا بينا ننزل بالتوابل الخطيرة دي اللي هتدينا طعم في منتهى الروعة. شوحيها كده مع الخضار كده بالطريقة دي، قلبيها كده، حاجة جميلة وخطيرة وفي منتهى الجمال، وريحتها يا جماعة جميلة وخطيرة. بعد ما شوحناها بالطريقة دي يلا بينا دلوقتي معانا رشة جوز الطيب، ودي اختيارية بس فعلا بتفرق في طعم الطاجن. وابشري كده بشرتين 3 كده. ويلا بينا دلوقتي بقى
نقلب الخضار الخطير دوّة مع بعضه كده، كلّه يشرب من طعم التوابل، حاجة جميلة يا جماعة وفي منتهى الروعة. يالّا بينا دلوقتي معانا معلقة صلصة هننزل بيها معجون الطماطم أو صلصة الطماطم، وتبدئي بقى تشوّحي كده الخضار مع الصلصة كده، شايفين يا جماعة الطعم والريحة في منتهى الجمال. قلّبي كده أهوّة بالطريقة دي لحد ما يتجانس كل الخضار مع الصلصة كده. يالّا بينا دلوقتي معانا 3، 4 طماطمات كده أنا باشراهم، تقدري تقطّعيهم قطع صغيّرة ما فيش مشكلة خالص، وتقدري تضربيهم في الخلاط وتصفّيهم ما فيش مشكلة. تشوّحي كده الجمال والعظمة دي، شايفين يا جماعة الألوان عاملة إزاي؟ قلّبي كده بالطريقة دي لحد ما الطماطم تدبل معانا كده وتتسبِّك كده تسبيكة خفيفة، بتاخد حوالي 3، 4 دقايق بالطريقة دي. دلوقتي كده تمام خلاص، هنسيبها كده حوالي دقيقتين 3 كده تتسبِّك، وبعد كده هانزل عليها دلوقتي بكوبايتين من شوربة الكوارع الخطيرة دي، هتدّينا طعم الطاجن في منتهى الروعة. شايفين يا جماعة لونها عاملة إزاي؟ هنسيبها بقى دلوقتي تتسبِّك بعد ما قلّبناها كده، هنسيبها حوالي 5 دقايق لحد ما تتسبِّك مع بعض. ودلوقتي بعد ما اتسبِّكت معانا طاجن كده، يالّا بينا دلوقتي هننزل بنُص كمية الخضار. الخضار ده يا جماعة تقدري تزوّدي الكمية أو تقلليها زي ما أنتِ عاوزة، وتقدري تشيلي أي مكون من مكونات التوابل اللي هو ما بتحبيهاش وتزوّدي اللي أنتِ عايزاه. يعني تقدري تشيلي جوز الطيب وتزوّدي حبهان بودر، تقدري تزوّدي قرفة. يالّا بينا دلوقتي هنرص قطع العكاوي كده اللي استوت معانا وطعمها كده بيدوب في البُق دوب، وهندخّلها طبعًا الفرن هاورّيكم دلوقتي، وهننزل بقى بباقي الخضار اللي إحنا عاملينه ده بكل الصوص ده يا جماعة، نزّلوا كل اللي في الصينية. يالّا بينا دلوقتي قرن فلفل حامي كده أهوّة وحاجة جميلة. هنجيب دلوقتي ورقة زبدة كده ونبتدي نقفّلها حوالين الطاجن بالطريقة دي، وهنحط فوقها ورقة فويل ونبتدي بقى مع بعض دلوقتي نقفّلها بالطريقة دي. قفّليها كويس جدًا عشان البخار كلّه يخش في قلب الطاجن هيسويها وهيدّيكِ نتيجة في منتهى الروعة. ودي بعد ما قفّلناها أنا مولعة الفرن دلوقتي على درجة حرارة 180، هنحط كده على الرف اللي قبل الأخير هيقعد معانا 45 دقيقة، وبعد كده تشغّلي الشواية ثواني، وبعد كده نشوف الجمال والعظمة مع بعض. وده الطاجن الخطير، شايفين يا جماعة لونه عامل إزاي وشكله في منتهى الروعة. تقدري تحطيه تحت الشواية تغمّيه عن كده، بس كده جميل جدًا وخطير. شايفين يا جماعة الجمال والعظمة دي؟ ريحته جايبة لآخر الشارع، حاجة جميلة واعمليها لولادِك جنبها شوية خضار كده، شوية رز، اعملي طبق سلطة، غمسيه بالعيش، ما فيش مشكلة خالص. شايفين الجمال والعظمة؟ شايفين الصوص عامل إزاي؟ خلّي دايمًا الطاجن فيه شوية صوص كده، ما تخلّوهوش ناشف خالص. شايفين اللحمة مستوية معانا وخطيرة إزاي؟ جميلة يا جماعة في منتهى الروعة. وبكده نكون خلّصنا طاجن العكاوي المتين، شايفين الجمال دوّة؟ الصوص ده لوحده حكاية. جرّبوا الوصفة وقولوا لي في الكومنتات إيه رأيكم، ولو عجبتكم الوصفة ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس وتكتبوا لنا تعليق جميل كده زيكم، وتعملوا شير كتير عشان الكل يستفيد، وعشان يوصل لكم كل جديد من وصفاتنا المصرية الأصيلة. وبالهنا والشفا على قلوبكم، استنوني في فيديو جديد ووصفة جديدة. سلام عليكم.